مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناة طبخة فرح. طبختنا لليوم هي عجة بالقرنبيط. في عنا بقدونس مفروم، بصل مفروم، 3 بيضات، فنجان مي صغير، بهار حلو، قرفة وملح، معلقة صغيرة كربونة، قرنبيط ني، وكباية طحين. هلأ بدنا نفقس البيضات. منحطهم بجاد، نفقس أول بيضة، وهاي التانية، وهلأ رح نحط التالتة. من بعد ما فقسنا البيضات بدنا نخلطهم كتير منيح. وعلى جنب في بصل مفروم بنحطهم بصحن، ورح نحط فوقهم البهار والقرفة والملح. وهيك من بعد ما حطيناهم فوق بعضهم بدنا نمرطهم كتير منيح بإيدنا مثل ما شايفين، ولحتى تفوت المكونات ببعضها. وهيك لازم تكون عنا النتيجة. منحطهم فوق البيض يلي خفقناهم قبل شوي، البصل مع البهارات والملح، فوقهم منحط البيض، ومنرجع منحط البقدونس، منحط كباية طحين فوق البقدونس، كربونة معلقة صغيرة، كلهم فوق بعضهم منحطهم، نبلش نخلطهم منيح منيح. وهلأ بدي أحط فنجان مي صغير، بنخلطهم مع بعضهم. ومثل ما شايفين صارت المكونات فوق بعضها، ولازم يكون عنا هيدا القوام. هلأ بنحطهم على جنب لحتى يتخمروا. هيك لازم يكون عنا القوام. على جنب بجيب مقلة بنحط فيها زيت، ومنبلش نقلي القرنبيط. وهيك صارت عنا النتيجة. لازم تكون القرنبيط لونها لون ذهبي. منشيلهم نحطهم على صحن على جنب. وهلأ بدنا نبلش بالعجة. منجيب فنجان صغير ومنبلش نقليهم بالزيت. من بعد ما حطينا العجة بالزيت، القرنبيط المقلي اللي قليناه قبل شوي منجيب حبة ومنحطها فوق العجة. جربوا هيدي الطريقة واكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوها هيدي الأكلة، وأنا كتير 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 بتشكركن على تعليقاتكن الحلوة.
ومثل ما شايفين صارت العجة بالقرنبيط عم تبلش تنقلى وتستوي منيح. نرجع منقلبن ليصير عنا هيدا اللون، وهيك تقريبا خلصت. منشيلن على جنب ومنصفيهم. أنا كتير بتشكركن على تعليقاتكن الحلوة ودعمكن لإلي. وهيك مثل ما شايفين صارت العجة بالقرنبيط جاهزة وصحتين. تحبوا تاكلوا مع سلطة؟ بدي منكم بس ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، كتبولي بالتعليقات شو بدكن أعملكن طبخات جديدة. باي باي.